كيبدا الفيلم ديالنا بواحد الراجل سميتو كريس، وكنعرفو ان كريس دفع طلب لواحد الخدمه وخايف يتعطل. وهو غادي يلقى الطريق عمرو ما عندوش منين يدوز، وبسبب انه خايف يتعطل قلب الدوره وكيقلب على شي طريق مختصر. وصل لواحد المحطه ليسونس مهجوره وسول الراجل على الطريق اللي تقدر توصلو لخدمته، وعاود ليه الراجل بان الطريق الوحيده اللي كاينه هي اللي جيتي منها. كريس وهو غادي يلقى واحد الخريطة معلقة وفيها طريق مختصرة كدوزو من الغابة، وكيبان ان الراجل عارف الطريق وما بغاش يقولها ليه. كريس قبط الطريق لخدمته وكيلقى واحد الحيوان مقتول، بقى بالو معاه وكيشوف فيه حتى دخل في واحد الطوموبيل. كنعرفو ان الطوموبيل ديال واحد المجموعة الدراري وبنات كانوا مخيمين في الغابة، وعاودوا ليه ان طوموبيلتهم خسرات من بعد ما دازو في واحد السلك وتفرقعت الرويضة. واتفقوا انهم يدخلوا للغابه ويقلبوا على اللي يعاونهم، وخلاو واحد جوج يبقاو عاسين على برا ويحداو ليهم الطوموبيل. وفي نفس الوقت الجروب اللي دخل يقلب على المساعده لقاو واحد العافيه شاعله، وعرفوا انه معاهم شي واحد في الغابه. ومن جهه اخرى كنشوفوا البنت اللي كانت عاسه على الطوموبيل جالسه كتاكل، وتفكرات الولد اللي كان معاها دخل الغابه وتعطل. البنت دخلات وبدات تقلب عليه وقدرت تلقى سبرديلته طايحه وودنيه مقطعه، وعرفات ان الجروب ديالها في خطر. وقبل ما ترجع تعاود ليهم اش واقع هجم عليها شي واحد وبدا يخنق فيها حتى قتلها. الجروب كانوا كيدوروا في الغابه ولقاو واحد الدار مهجوره، دخلوا كيلقاوها كامله مرونه وموسخه وكيستغربوا كيفاش يقدر بنادم يعيش هنا. في نفس الوقت كيلقاو بزاف تسوار الطوموبيلات والسلك اللي دازو فيه وخسرات ليهم الطوموبيل، وكيعرفوا ان شي واحد دار ليهم فخ وجابهم من لهنا. وقبل ما يهربوا ويخرجوا من الدار كيلقاو الطوموبيلات وصلوا للدار، وكيشوفوا واحد جايب كاع الضحايا اللي صيدهم في الغابه، وكيتصدموا ملي كيشوفوا وحده منهم هي البنت اللي كانت معاهم وجهها كامل مفتوح وميته. وكريس وجيسي مخبين تحت الطابله ومصدومين من المنظر اللي شافوا. ومن جهه اخرى كنشوف واحد جوج من الجروب كانوا مخبين في الماريو، وكيشوفوا القتال هاز الموس وكيقطع ويقرط في البنت اللي كانت معاهم. من بعد القتاله اللي كانوا في الدار سالاو وضربوها بنعسه، وقدر كريس وجيسي يخرجوا من تحت الطابله، ودوك الجوج اللي مخبين في الماريو خرجوا منه وتجمعوا كاملين في الدار وكيتحركوا بشويه باش ما يديروا الصداع وينوضوا القتاله. وقبل ما يخرجوا عرفوا ان الباب كدير الصداع، انه ضروري شي واحد يبقى قابط لهم الباب على ما يخرجوا. وقرر كريس يبقى قابط الباب ويخلي الجروب يهربوا. وقبل ما يخرجوا هو توقد واحد القتال، وكنشوفوا ان الوجه ديالو ماشي طبيعي، انه كيتغدى على اللحم د البشر. كريس والجروب قدروا يهربوا من الدار ويطلعوا للجبل، وكيتصدموا ملي كيشوفوا القتاله هزوا طوموبيلتهم وكيقلبوا عليهم. كملوا طريقهم وقدروا يوصلوا لواحد البلاصه عامره طوموبيلات مهجوره، وعرفوا ان الطوموبيلات ديال كاع الناس اللي ماتوا في هاد الغابه. وفي نفس الوقت كيلقاو طوموبيل القتاله حداهم وقربوا يوصلوا ليهم، والجروب ما قادرين يديروا والو. وفي هاد اللحظه قرر كريس يضحي براسو ويخلي الجروب يهربوا، وقدر واحد من القتاله يضربوا بسلاح وغادي ليه باش يقتلو. وفي اخر لحظه قرر واحد من الجروب ما يهربش ويرجع يعاون كريس، وبقى كيجري وداير الصداع. والقتاله خلاو كريس وتبعوه هو. قدروا الجروب يوصلوا عند كريس ويسرقوا طوموبيل القتاله، وهما كيقلبوا على الصديق ديالهم قدروا يوصلوا ليه. وفي اخر لحظه قدروا القتاله يصيدوه ويضربوه بالسلاح ويقتلوه. والجروب هربوا مصدومين وبقى فيهم بانه ضحى براسو باش يعتقهم. من بعد الطوموبيل حبسات ليهم وهبطوا يكملوا على رجليهم، وبالصدفه لقاو واحد البرج قلبوا فيه ولقاو بزاف د الدواء والمسكنات، وخيطوا الكريس الضربه اللي في رجلو وشفاوه. في نفس الوقت كيطلعوا كيلقاو راسهم في وسط الغابه وما كتبانش ليهم الطريق منين يخرجوا. من جهه اخرى كنشوفوا القتاله وهما كيقلبوا عليهم وقرابين من البرج. في نفس الوقت الجروب كان باغي يشعل الراديو ويطلبوا المساعده، وبسبب الصوت العالي والصداع اللي داير الراديو قدروا القتاله يسمعوهم ويعرفوهم مخبيين في البرج. الجروب قدروا يتواصلوا مع واحد البوليسي في الراديو وشرحوا ليه انهم واحلين في الغابه. في نفس الوقت كانوا القتاله طالعين في الدروج للبرج، وكريس حط الثقل على الباب باش ما يقدروش يحلوه ويعطلوه. البوليسي رد عليهم في الراديو بانه غادي يجي يعتقهم ولكن خاصو شويه د الوقت. والقتاله طلعوا شاعلين العافيه في البرج، وعاود ليهم كريس بانهم خاصهم ينقذوهم من البرج والا غادي يموتوا. البنات رفضوا ونض صداع بيناتهم، وعاودت ليه جيسي بانهم يبقاو هنا وان البوليس قراب يوصلوا ليهم ويعتقوهم. واكد عليها كريس بان قبل ما يوصل البوليس يكون البرج تحرق، وان هذه هي الطريقه الوحيده باش يبقاو عايشين. من بعد كريس نقز من البرج وقدر يتعلق في واحد الشجره، ونقذت مورا مونيكا وجيسي قبل ما تشعل العافيه في البرج كامل. وكنعرفوهم نقزوا الاقرب شجره للبرج عكس كريس اللي نقز لواحد الشجره بعيده، وبقى كيهدن فيهم كريس ويزعمهم باش ينقذوا ويجيو لعنده. ومن جهه اخرى القتاله قشعوا جيسي ومونيكا وطالعين لعندهم. جيسي قدرت تنقز وتوصل عند كريس، ومونيكا بقات متردده ومخلوعه، وبسبب انها تعطلات قدروا القتاله يقبطوها ويقطعوا ليها راسها بواحد الشاقور. من بعد جيسي وكريس هربوا ودخلوا تخبوا من ورا واحد الشلال،
والقتالة دازو من حداهم وما شافوهمش. جيسي عاودت لكريس انها هي السبب في موت صحابها كاملين بسبب انها تفرقت مع خطيبها ودخلت في حالة اكتئاب، وباش يخرجوها صحابها من هاد الحالة جابوها للغابة تخيم. وفي الصباح جيسي وكريس خرجوا للغابة باش يقلبوا على منين يخرجوا، وكيكون واحد القتال قريب يقتل كريس بواحد الشاقور، كيهجم عليه ويضربه وكيلوحوه من فوق واحد الجبل. وبالصدفة كريس طاح قدام واحد طونوبيل البوليس. كريس عيا ما يرغب البوليسي ويشرح ليه اش وقع معاه وطلبوا باش يعاونو، والبوليسي ما متيقوش وكيسحاب ليه غير كيطنز عليه، وفي نفس الوقت كيضربوا واحد السهم لعينه وكيقتلو. وكيجي لعند كريس باش يقتلو وعيا ما يقلب عليه وما لقاش، وقرر القتال يهز الجثه البوليسي وطونوبيلته ويديهم للبلاصه المهجوره. وكان عارفوا ان كريس كان مخبي من تحت الطونوبيل باش يتبع القتال ويعرفوا فين خاطف جيسي. من بعد كنشوفوا القتال رابط جيسي وكيوجد راسو باش يذبحها وياكلوها. في نفس الوقت كريس شعل العافيه في الدار وكيدخل عليهم بالطونوبيل وكيستغل الفرصه بانه واحل وكيهز واحد الموس وكيضربوا به القلب ويقتلو، وتحرك عند جيسي وكيفك ليه يده بالزربه. في نفس الوقت هاجم عليه واحد القتال وبدا كيضربو ويعدف فيه، وقبل ما يقتلوه قدرات جيسي تفك يده وضربو بالسهم لراسو. وقبل ما يخرجوه كيتصدموا ملي كيلقاو القتاله باقي عايشين واخا شعل فيهم العافيه وضربوهم بسهم لراسهم. كريس هز عليهم السلاح هو فيه غير قرطاسه وحده، وهما ثلاثة القتالة. خدات جيسي وخرج على برا والسلاح وضرب في ليسونس اللي في الطونوبيل، وقدر يطرطق الدار والقتالة بثلاثة ويشعل فيهم العافية. هز طونوبيل القتالة وقبل الطريق لمحطة ليسونس، وملي كيشوفوا الراجل كيهرب ويسد على راسه وكيتصدم ملي كيلقى كريس باقي عايش. وقدر كريس يحيد الخريطة اللي كتدي الغابة ويقطعها. وفي الاخر كنعرفوا ان الدار واخا تحرقات باقي واحد فيهم عايش وكينتقم.